السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الكرام ومتابعين برنامجكم رؤى وأحلام. يا رب كده النهاردة يكون بشراكم في رؤياكم بإذن الله تعالى، وعبر لكم الرؤى إن شاء الله يا رب كده تشرح صدوركم وتكون رؤية حق من عند الله. طبعا أنا السؤال اللي اتسألته جالي يعني ضغط فيه النهاردة في مسجات كتير سألوا السؤال ده قبل كده من فترة، والنهاردة بقى محتاجينه ضروري، فقلت خلاص أوكي نتكلم فيه. في رؤى بتيجي مبشرة جدا فجأة ما بتتحققش. السؤال جالي كده كالتالي: الرؤى ما بتتحققش ومع ذلك أنا عارفة إن أنا مأذية بسحر، فهل السحر يوقف الرؤى اللي بتكون فيها مبشرات؟ هقول لكم هو مش بيوقفوا قوي، هو بيأجلوا فعلا. فكل حاجة ولها أسباب. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا إيه في القرآن؟ الداء والدواء، كل حاجة موجودة لنا. طيب إحنا عرفنا الداء بتاعنا، جالنا في رؤية انا مسحوره. طب انا دلوقتي بتجيلي رؤى مبشره، ليه بتقف؟ ما هو انتي اتمنع عنك حاجه بقوه خارقه معينه، بس مش معنى كده بتوقف لنا حاجات مثلا خاصه باقدار بتاعه ربنا لو انتي اهتميتي وحصنتي نفسك. ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا حاجه حلوه قوي قوي، ادانا الرؤى، ادهنا كرسائل ما بيننا وما بين الله، زي الوحي اللي كان بينزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء. احنا الوحي بتاعنا في الرؤى. شفتوا بقى الجمال واصل لحد فين؟ فالرؤية تيجي تكشف لنا انا مسحورة، انا مأذية، انا محسودة. طب اعمل ايه؟ انا جات لي رؤى مبشرة كتيرة جدا. طب هوقف ده كله وهقعد جنب الحسد والسحر، ولا ابدا علشان المبشرات اللي ربنا بشرني بيها زي مستقبل الانسان كده؟ انا دلوقتي لو ذاكرت واجتهدت اكيد طبعا هوصل للي انا عايزه اوصل له. عاوزه اوصل طب، اعلام، شرطه، ايا كان ايه الهدف اللي انا عايزه اوصل له. فلازم نعمل ايه؟ نسعى، لكن ما نقعدش مكاننا ونقول ده فلان دوت شاطر عني او ذكي عني. مفيش حد اذكى من حد، هي كلها قدرات من عند ربنا سبحانه وتعالى، انت يا بشر تقدر تنميها. فانا دلوقتي بقول لكم ان دلوقتي ان احنا عندنا اسحار، عندنا حسد، بنقدر نتعالج بالقرآن اللي هي الجوهرة بتاعتنا بقى اللي ربنا أكرمنا بيها، القرآن. وطبعا وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم علشان ما توقف لكوش أي حاجة كانت مبشرة ليكم. اهتموا بنصائح الرسول والسنة، طبعا السبع تمرات على الريق، رقية الشرعية، سورة البقرة. طبعا الحاجات دي كلها متاحة عندنا من غير أي تكلفة أو مشاوير هنمشيها. احنا نقعد كده ساعة كده مع ربنا كل يوم، ونقعد نستمتع بالقرآن الكريم اللي هيصد عننا أي أضرار. طيب أنا معايا مكالمات بدأت معايا، وبرضو خلال الحلقة كده هنتكلم عن الإيجابيات والسلبيات اللي بتظهر لنا عن طريق الرؤى الخاصة بالأسحار والمبشرات. ونقول ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي حبيبتي، سلم عمرك. ربنا يخليكي يا رب، أنا حبيبتي، بحب حضرتك جدا حبيبة والله. قلبي، أحبك الله الذي أحببتني فيه يا حبيبة قلبي، تسلميني إن شاء الله، ربنا بشرك يخليك. خير. يا رب آمين يا رب. يا رب. حضرتك أنا حلمت كنت عند أهل في شقة جوزي، أهل جوزي فوق، مم. هم فوقينا. تمام. وبعدين زي ما كنا حماية طالع على السلم، فطلعت حسيت إن هو وقع يعني فوق الشقة، مم. مش في الشقة بتاعتهم، على السلم. تمام. فطلعت عليه، رحت عمالة أقول يا محمد، على جوزي بنادي عليه يعني، يا محمد الحق يا محمد، ورحنا دخلناه جوه تمام. عند شقته، ففاق الحمد لله. تمام. فبعد كده راحت لقيت حماتي على السرير برضو زي اغمى عليها يعني، تعبت مم. كده. مم. هم اولادها كلهم جوه بيتفرجوا على التلفزيون، ورحت انا دخلت عماله ازعق فيهم، اقول لهم انتوا بتتفرجوا على التلفزيون، مامتكم بتموت جوه. وراحوا كلهم جم عليا جوه، إيه يشوفوا مامتهم. مم. فاقت برضو الحمد تمام. لله. مم. كده رحت لقيت كان كأنه واقف معاهم واحد سعودي انا معرفوش يعني، واقف مع مين؟ مع اخوات جوزي كلهم تمام. وجوزي. تمام. وبعدين راح اداني انسياس ذهب كده شكله جميل. تمام. فاقول له ليه كده؟ راح قال لي لا، احسن انا ممكن اموت ما الاقيش حد يقف جنبي. مم. فانا بقول له لا بعد الشر وكده. فكان في واحد من اخوات جوزي هو اللي كان بيضحك جامد وفرحان ان انا اخدت الانسيال ده. مم. بس كده بعد كده صحيت. معاكي أولاد إيه؟ معايا بنتين وولد. ناوية تاني؟ لا الصراحه مش ناويه خالص. طيب هسألك سؤال، ثانية واحدة. اتفضل. أخو زوجك اسمه إيه؟
اسمه احمد. وابنك؟ ابني اسمه مصطفى على اسم حنان. اسماء من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قولي لي، اه. انت اساسا في اختلافات ما بينك انت واخوات زوجك؟ لا خالص، احنا ما علاقتنا حلوه فيش؟ جدا. لا، والاهل اللي هم الاب والام؟ بيحبوني جدا والله لا ما كلهم فيش وانا اختلاف، بحبهم. لا انا مش بتكلم عليهم ان في اختلاف، انا بتكلم علاقتهم، قصدي ما بينهم ما بين اولادهم. لانك انت شرحتي لي حته كده ان في، ان هم مهملين، يعني بمعنى اصح بيتفرجوا على التلفزيون، هم مشغولين في حياتهم عن الاهل، عن الاب والام. اه لا، هو انا جوزي اكتر واحد بر بمامته ايوه، وباباه ما هو يعني. ده واضح، ما انت ان انت بتندهي لهم ده زوجك مش انت، ده زوجك ايوه. تمام. فانا شايفه ان هم كلهم مشغولين قدام التلفزيون، فهي دي الانشغاله اللي عندهم. لكن انا بصراحه اه. ما حبيتش الرمزين اللي هم ان هم فاقوا. اه. امم ان هم فاقوا دي، وبعد كده السعودي جاء اداكي الانسيال. الانسيال طبعا ايه، انت عارفه الولد صالح يدعو لك. فانا شايفه العمل الخير اللي زوجك بيعمله هيقعد له في ابني ليه، وفي نفس الوقت في رمز جاي ان في رزق هيتفتح لزوجك، هيغير حالكم من حال لحال الافضل باذن الله تعالى. فابشري طبعا بالرؤيه، واللهم انتق لساننا دائما بقول الحق. فانا عايزاكي خليكي زي ما انت على النهج بتاعك. طبعا انصحي بقى اخوات زوجك ان هم يتوددوا لباباهم وماماهم وللاب والام الفتره دي لو سمحتي، ربنا يحفظهم يا رب، والله اعلم. معانا كمان اتصال، نقول الو، السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. أنا دكتورة ملك حياتي، أهلًا اهلا يعني. بيكي يا حبيبتي، تسلمي لي، اتفضل. حضرتك أنا حلمت إن أنا مم. كنت في بيتي مم. ونازلة دور الشقة اللي في الدور الأول، مم. ففي بنات مجهولين، بنات سن ابتدائي مجهولين بنتين بيلعبوا في الشقة، فجالي إيحاء إن البنات دي بتسرق حاجات من شقتي. تمام. ف شوية مامتهم ظهرت، فقُلت لها لو سمحتِ يعني هاتي الحاجات اللي أنتِ سرقتوها من شقتي. مم. في شباك البيت كان مفتوح، فجأة لقيت راجل شكله أسمراني قوي وشكله يخوف. بس ساعة انتي ما ما خدتيش شفته، الحاجه بتاعتك؟ لا ما حضرتك اهو لقيت راجل معدي من جنب الشباك اه. بتاعي اللي هو في الدور الأرضي، أسمر وشكله يخوف. فأول ما شفته رحت أنا مصرخة مم. خوفا منه. فبعد كده فطلعت له، فلقيته بيقول لي ايه ده، انا جايب لك الذهب بتاعك اللي هم سرقوه، ان ده جوز الست وولادها، وجايب لي الذهب بتاعي اللي هم سرقوه. مم. مم. فبقول لي انا اسف، انا يعني بقول لنفسي ان انا غلطانه، انا كده يعني ايه ظنيت في الراجل ده وحش او في حاجه وحشه، كان راجل امير وجاي يرجع لي حاجتي يعني. تمام. وفعلا لقيت ذهب كتير بتاعي وجابوا لي، وقال ازاي كل ده اتاخد من غير ما احس، حتى مفيش حد في الشارع قال لي انا مش ازاي كل ده اتاخد من بيتي من غير ما احس. تمام. وكان خواتم وسلاسل، ولقيت فيه صورة لأختي، وبقول يا نهار أبيض، ده ليه صورة أختي؟ ده جيت نسيتها عندي، ده لو كانت سألتني وقالت لي صورتي عندك هقول لها لا ما هيش عندي. مم. وأنا في حالة ذهول إن زي كل ده حصل من غير ما أحس. ومفيش حد حتى في الشارع نبهني إن البنات دي كانت بتخش البيت وتطلع، مم. البنتين مجهولين ومامتهم. تمام. وايه الحمد لله ان الراجل رجع لي حاجتي، وزعلانه من نفسي انا صرخت انه شكله خوفني، لكن هو في الحقيقه راجل كويس بس. طب انتوا قاعدين في بيت عيله ولا حاجه انت لا تحديدا؟ لا لا, لا انا لوحدي، انا واولادي. انت ولادك بس واهلك؟ اه، كل واحد في بيته في حاله. طيب بصي هقولك على حاجه، هي اختك طبعا هي في عندها اذى، تمام كده، في اذى خاص باختك. انت بالنسبه لك الحاجه رجعت لك الحمد لله. هي طبعا انت عارفه المشاكل اللي بتحوط البني ادم، وبيبقى في اشخاص فعلا بيطلعوا حياتك بره، يعني بيعرفوا عنك بعض الامور وبتخرج بره. بره دي يعني ايه، عارفه بقى لما تكوني انت مثلا قاعده كده مامنه حد وجبتي سيره حياتك الخاصه، او عرفوا عنك حاجه بينشروها بره، في كلام بيتنقل بره. فطبعا انا سالتك على انك انت قاعده في بيت عيله، قلت لي لا، يبقى انتبهي من اي حد بيدخل عندك، ده هيكون واضح قوي اكتر ما تكوني في بيت عيله. انت ما يكون حد داخلك خدي بالك، ما تكونيش مش اي كلام يطلع بره، وخلي اختك تحصن نفسها، والله اعلى واعلم. والحمد لله ان انت استرديتي كل حاجه، استردادك للحاجه دي وسوء الظن اللي حصل ده، فالحمد لله ان ده خير ليك، لان اسود البشره مش دايما وحش، البشرة السمراء مش دايما وحشة، بالعكس بتيجي وراها خير عظيم جدا للرأي، والله أعلم. طيب ناخد اتصال. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا بيكي حبيبتي، سلم عمرك يا رب، اتفضلي. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. معاكي آية. مم. بصي يا أهلا دكتورة، يا آية. وانا اتفضلي يا آية. شفت منام مم. ان معايا اختي جايبالي فار في البيت. فار؟
فار اسود وكبير. تمام. فالمهم هي قاعده، فانا بقول لها حرام عليك، انا ما صدقت نظفت وما صدقت خلصت اللي ورايا وكده. فهي امم. بصلي كده ومبتسمه، اللي هو مش مهم ننضف تاني. تمام. وفضلت ادور على الفار علشان الاقيه، مش لاقيه خالص، يعني بس كنت دخل متضايقه بيتك، جدا. دخل بيتك. في الاوضه كمان، امم. وزاير ومستخبي في مكان. وانا تمام. فضلت ادور عليه ما لقيتوش. امم. بس طيب هي ربنا اختك يستر. متزوجة؟ معاها بنتين. اه. بصي هقولك على حاجة، ان اختك تدخل عندك بفار هي ملهاش علاقة باختك، يعني انت عارفة هي اختك بعيدة عنك في السكن ولا ايه؟ في القاهره صح. واحنا هنا في الصعيد. اما بتجيلك زيارة بيبقى حد من الاهل بيدخل علشان اختك عندك، يعني مثلا انت عارفة بقى المحبة، تمام. عارفة باب الحسد اللي هيتفتح لك في الجزئية دي، اختك تجيلك عليكي مم. بالتحصين. تمام، تمام. لان هي مم. الزياره بتاعتها بتبقى فيها صعوبه شويه، فلما بتيجي بيبقى في جمع شمل، هي جت بقى ونبقى كلنا مع بعضينا والحاجات دي، زوجة اخ بقى، مش عايزه اجيب اشخاص معينه، فانتي حصاني عليكي بالتحصين، والله اعلى واعلم. شكرا يا ايه. طيب ناخد كمان اتصال، نقول الو. الو. طيب. الو، ايوه. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. انت وحشيني خالص خالص يا دكتور، انت حبيبه نورت قلبي. ونورت الدنيا كلها. ربنا يسعدك يا رب، منوره بوجودكم والله، تسلمي انا لي. بحب الله خالص خالص والله، وبدعي لك دايما في صلاتي ايوه والدعاء. ايوه ايوه، عليكي بالدعاء بس. لا انا بدعي لك دايما، وبدعي انا عارفه، لابنائك وكل حبايبك يا انا حبيبتي. عارفه، ربنا يعطيكي حتى يرضيكي يا رب يا حبيبتي، ميرسي لذوقك. الله يخليك الله تسلمي لي. يخليك حبيبه قلبي. اتفضل. بصي انا حلمت، هي ماما اللي حلمت مش انا، بس انا هقول لك يعني على لسان الرؤيا وكده. يلا خير ان شاء الله. هم امين. ماما حلمت ان بابا جه في المنام ليها وكده، مم. ادالها لحمه وبصل وطماطم، وقال تمام. لها خدي دول اطبخيهم. مم. راح وقال لها انا جعان، راحت ماما عملت زي صلصه كده يعني تقليه وبصل، وراحت اديت له. راحت جدتي متوفيه في الحقيقه ام بابا، مم. بتقول لها ده ابو عبد الله جايب 3 فرخات صغيرين. اللي هو راح باباكي. ايوه، مم. راحت عملتهم جهزتهم، وراحت خدت 2 منهم وقالت لجدتي خدي انت واحده وبنتك احلام واحده، وهاتي واحده عشان ابو عبد الله بيحب خالص الفراخ. راحت قالت لها خلاص ماشي. ماما استني استني، بتقول لها انت واحده و... واحلام بنتك واحده. واحلام بنتك واحده، والتالتة قالت لها هاتيها. لابو عبد الله قالت لها دي انا هجهزها هطبخها لابو عبد الله اللي هو بابا يعني اللي توفي، اه. عشان هو بيحب الاكل يعني بيحب الفراخ. مم. بس فضلت ماما تطبخ. بعد كده بتبص لقيت بابا ابتدى يبني شقه فوق بيت عمي لينا ويصبها لنا مم. بيتنا برضو، يعني احنا شقه تمام. احنا كان في الاول. بس ابتدت ماما بقى تحول رمله وتساعد في بابا، وبابا راح بنى الشقه فوق الدور الثاني تقريبا، وصب الشقه وابتدى يجهز فيها. راحت مرات عمي كانت الشقه بتاعتها في الدور الارضي واحنا مم. في الدور الثاني، مم. فهي متغاظه وقعدت تشتم على ماما وبتقول ماما بتبص على الشقه بتاعت بيت عمي الصاله لقيتها كلها رمله وكلها تراب، وبتقول مع ام عبد الله خربت لي الشقه كلها رمله وتراب. راحت ماما قالت والله انا ما رحت عندها ولا عملت كده، يعني هي مم. الشقه خربانه لوحدها. مم. راح عمي كان نايم صحي من النوم، راح قال لها لا هي ما عملتش حاجه، ما تظلمهاش، يعني هي ما عملتش اي حاجه، وما تشتميش عليها ما تدعيش عليها وكده. مم. راحت ماما فضلت تحول رمله من عند بيت نصارى عشان تكمل في بيت الشقه يعني. مم. النصارى دول اسمهم بيت عاطف حكيم. تمام. راحت طلعوها مرات عاطف دي فوق، قالت لها تعالي اوريكي شقه مرات ناصر ابني. لقيت الشقه جميله جدا وواسعه خالص، والباب بتاع الشقه لونه اخضر، تمام. والمكان واسع جدا. راحت وماما طلعت عند النصارى دول بمنتهى السهوله، بس مم. تنزل خلاص هتنزل بقى. راحت لقيت صعوبه جدا في النزول، وبين كل سلم وسلم مسافه كبيره مش عارفه تنزل خالص. بتبص على ايديها ماما لقيتهم ايديها فيهم كده زي سمنه، يعني الايدين ملسوسه مش عارفه سبحان الله. مم. راح في واد شاب كان نازل بمنتهى السهوله، والنصارى اصحاب البيت بينزلوا بمنتهى السهوله. مم. راح قال تعالي اساعدك وانزلك، انت عايزه ايه؟ قالت له نفسي انزل. راح قال لها طب اركبي فوق ظهري وانا هنزلك. راحت برضو ماما ركبت فوق ظهره ومسكت في رقبته كده، نزلت نص السلم. راح الواد الشاب ده قال لها بصي يعني كملي. سيبي ايديكي وامسكي ايديا، مم. ما تمسكيش رقبتي وكده. بعد كده راحت ماما مسكت ايديه، راحوا هما الاثنين وقعوا على السلم.
والحلم ليا خلص. سؤال، انت ليكي حد من اعمامك مش موجود؟ واحد بس؟ عندي واحد بس متوفي، واحد بس، صح، واضح. غير بابا، يعني بابا اتنين، لكن عم واحد بس متوفي قريب. وباباكي؟ بابا متوفي، متوفي من زمان، بابا ليه حوالي 14 سنة. مم. طب انتوا ليكوا مشاكل في الورث؟ احنا احنا لينا يعني حاجة زي ورث، مم. وفي اختلافات مع عمي، بس في عمي ظالمنا جدا اه ومشاكل جامدة غير الورث يعني. اه من غير الورث يعني مشاكل من ساعة وفاة بابا لحد الآن، يعني مش سايبنا في حالنا. مش هو اللي عمك اللي ظهر في الرؤية؟ واحد تاني؟ لا، هو اللي ظهر في هو الرؤيا، ده؟ اللي شقته في هو دور الأرض وزوجته في اللي الأرض. كانت موجودة؟ ايوه، اللي بتشتم على ماما وشقتها كانت الصالة كلها خربانة رملة وتراب، ومكان مش نظيف. وليكي حد تاني غير كده ولا هو ده بس؟ عندي عم رابع، عم ايوه. تاني، يعني اتنين حيين، واحد احنا في خلافات، وواحد مالناش دعوه بيه، يعني مش بيكلمنا بس في حاله، ما بيضرش حد طيب يعني. طيب، بصي هقول لك على حاجه. هو طبعا وضح لي الرؤيه، هي رموزها لا تحمد بصراحه لحد من اخوات باباكي، تمام كده؟ ده الرؤيه، لان يعني في كام رمز كده موضحين ان في حد ممكن يتعرض على لحاجه، وفي موضوع الميراث هيتفتح تاني بعد ما حد من اعمامك ممكن يتعرض لحاجه تخص الاعمار. في الوقت ده ما تأمنيش لحد من الأعمام اللي انت أعتقد اللي انت بتتكلمي بتقولي ده ملوش في حاجة. شوفي بقى انت الرمز جاي ازاي. اللي انت قلتي عليه ملوش في حاجة ده وراه ورطة، ده وراه ورطة كبيرة. فخدي بالك، لانك انتم كنتم سالمين جدا، رحتي بقى ايه، اسم ناصر اللي اتذكر والمسيحيين هو ده حد انتوا بتامنوه، حد لا ده طيب، ده مش يعني ايه. شوفي هو جاي مسيحي وانتوا مسلمين، وانت لسه بتقولي ده ملوش في حاجه، يعني واحد يعتبر خارج نطاق العيله كانكم بتحسبوه كده، ملوش لا في كده ولا في كده. هو ده، هو ده اللي عنده المشكله. لما يحصل حد من الاعمام يتعرض لحاجه، هو ده اكتر حد ممكن يسبب لكم في ورطه. عشان كده حصل السقوط في المنام. دي رؤية تحذيرية والله أعلى وأعلم. طيب أنا عايزاكم تنتبهوا يا جماعة من الرؤى التحذيرية، وقلت كتير جدا جدا إن الرؤى التحذيرية لازم ناخد بيها. طبعا رؤية زي دي أنا حابة أتكلم عنها شوية، لأننا ما بنآمن لحد الشخص اللي احنا بنآمن له ونروح بقى في كلام، ده في كلام كمان، ده في قعدة هتحصل عنده. فأنا الكلام ده بقى انت عارف بقى هو شال الأم والحاجات دي كلها، فانت بدأتي الأم بدأت تنزل بعد كده نص السلم. فدي كلها حاجات انتوا بتورطوا نفسكم فيها. ما نديش الامان بنسبه 100% تاخد بالها في كلام تاني على الورث. اتمنى ان الله ما فيش اي رمز عندي مديني ان في حاجه ممكن حد ياخدها، غير واضح لي التنبيهات اللي واصله قدامي من المشاكل. طب انا ربنا اداني رؤيه تحذيريه عشان اتجنب المشاكل بس؟ لا، علشان ممكن ربنا يرضيني، وان انا لو ما وقعتش في الاخطاء اللي ممكن اللي هي ظاهره لي في المنام، ان العم يورط الام او يورطكم في حاجه، ممكن ربنا يرضيكم بعد كده لو انا اتجنبت. ما نتكلمش كتير، الكلام اللي احنا هنبوح بيه لانها هتكون صريحه صريحه صريحه. فتاخد بالها من الحاجات دي كلها، وربنا يا رب ما يخسركم ابدا، وينور بصيرتكم في الرؤى. دايما بتيجي مبشرات ومنذرات من عند الله. طيب هتنتظروني بعد الفاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا بعد الفاصل، وهاخد على طول الاتصالات عشان الناس اللي منتظرة، ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتورة مليك؟ اهلا بيكي حبيبتي، سلم عمرك. معلش انا حلمت ان حمات اختي مم. بتديني شقة هدية، تمام. فانا مستغربة ازاي انا متجوزة ومخلفة وكده، حلو. يعني هي ازاي ادتني شقة هدية وشقة كبيرة جدا. تمام. وحماتي دي اسمها عزيزة، بس كده. بس حمات اختك؟ حمات اختي. شوفي هي الهدية تهاد تحابوا، يعني ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هي بتبقى هدية، يعني عارفة حالك هيتغير، خصوصا لما تكون شقة، فانتي انتقالك من وضع لوضع. واتمنى يكون حال اختك كويس، لان ده رمز بيعود عليك انت كمان، انك انت حالك يكون في تحسن، والله اعلى واعلم. شكرا على اتصالك. ناخد اتصال ونقول الو. السلام عليكم. الو. ايوه سامعاكي حبيبتي. ايوه ازيك حبيبتي، يا اهلا. دكتوره، عامله ايه؟ لا ده اتصال تاني. اهلا بيكي حبيبتي، الحمد اهلا لله. بيكي يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد كل لله يا سنه حبيبتي، وانتم طيبين جميعا. وانتي بالصحة والسلامة، انتي وكل حبايبك يا رب.
الله يخليك يا حبيبتي. اتفضلي. عندي ليكي حلم يا دكتورة، معلش. يلا خير ان شاء الله. بصي يا دكتورة، حلمت ان انا يعني انا انا بقى عازمة اهل جوزي على العشاء كويس. في حاجة مناسبة بالنسبة لي او رزق جه، مم. ورحنا مطعم كده، قلت هعزمكم على العشاء. سالته عندك ايه اكل؟ قال لي مفيش حاجه خالص، هو مشويات وحاجات اللحوم. قال لي مفيش الا همبرجر. دخلت عشان ابص لقيته لونه مفيش الا نوعين، لونه اخضر فاقع، يعني اخضر تقيل، ولون والتاني ازرق تقيل. قلت له مفيش الا ده؟ قال مم. لي اه. قلت له طيب تمام هاخدهم، هعمل تمام. الاوردر. مم. عملته. بعد كده جينا قعدنا، جيت ابدله، حل الاوردرات اتبدلت، وبقى ليكي لحوم ومشويات وحاجات حلوه جدا. كويس. فبعد ما اخدتها رحت عند عشان اكل، يعني انا من جوايا قلت يمكن حرام عشان الناس ما تتضرش. اللي رحت راجع له، قال لي لا خلاص ده نصيبك، الدنيا اتلخبطت واللي طلع لك الحلو ده هو ده اللي نصيبك. تمام الحمد قلت له طب لله. خلاص. واخدتهم ومشينا واحنا مبسوطين. لقينا بعد كده مكان كبير فيه فطيره، بس هي مش فطيره عاديه، هي مم. فطيره كده قد مساحه اوضه، قد مساحه كبيره جدا. قلت تمام. هشتري واحده، فقطعتها وجيت ادي حد منهم، يعني بفرق كل قطعه مثلثه يطلع منها تفاح وعليه متغطي شبه الجيل الاحمر، وحاجات كانت حلوه جدا. بس انا كنت مم. مبسوطه قوي طول الحلم. تمام ما شاء الله. انتوا في آه مناسبة عندكم قريب ولا ما فيش حاجة لسه؟ لا مفيش. ولا في نطاق العيلة؟ لا مفيش. لا. طيب شوفي بقى، هي طبعا الرؤية هي خلاص كده، ولا عندك استفسار تاني عن المنام؟ لا هو مفيش لا استفسار بالنسبه طبعا لي. انا شايفه المنام ده، اولا انت تعرضتي لحسد شديد جدا جدا، هو ده الاكل اه اللي جه وانت بداتي تحصني نفسك، اضافه طبعا اللونين الاخضر والازرق هم دول اللي وضحوا لي الجزئيه دي. حاجه تانية، في مناسبه وربنا هيكرمك فيها قوي، الفطيره بقى الكبيره اللي بتتقسم بالشكل ده، دي مناسبات متلاحقه هتحصل في وقت معين، هيكون لك نصيب عظيم فيها جدا جدا. بس لا. خدي بالك بقى من الرمز الاولاني اللي هو الاكل اللي كان لونه اخضر وازرق، يعني ما نعلنش قوي، ما نشهرش قوي، جالك هو خير قفلي. انا مصابه بالحسد الشديد ايوه بجد، بفقد منه اغلى الناس، يعني ابني وجوزي ودنيتي كله بتفقد منها، وهم في سن صغير بسبب الحسد الشديد. ما هو ده واضح، بس حالك هيتبدل، هو اداكي بعد كده اكل تاني افضل، فحالك هيتبدل. اه بس الرساله هنا ان انت العزومه اللي انت عملتيها وبعدين ظهر الفطير، هو ده حياتك بتبقى على الملأ شويه، او الناس مركزه معاكي ممكن، فطلعي صدقه، طلعي صدقه بنيه ان ربنا يرفع عنك الكرب ده باذن الله تعالى. بس انا متاكده ان الموضوع هيتبدل حالك تماما، والحسد والحاجات دي هتتخلصي منهم باذن الله تعالى. ربنا يا رب يفك كربك ويعوضك خير بحق لا اله الا الله. معانا اتصال ونقول الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا استاذه مليك؟ حبيبتي يسلم عمرك، اهلا بيكي، اتفضلي. سمعت كان شويتين صغيرين. اتفضلي يا حبيبتي، خير ان شاء الله. انا حلمت اني كنت في المدرسه الثانويه بتاعتي، مم. فدخلت الفصل فلقيت بنت يعني بس انا ما اعرفهاش، تمام. فبتقول لي ان انا عايزه ارسم على ايدي. عايزه ايه؟ قلت لها ترسم على ايدها حنه، ترسم اه. بس انا قلت لها انا ما عايزه البتاع اللي بيرسم بيها. بس راحت جت خلاص انا هجيبها لك بكره، تعالي لي في فصل ثالثه تامن. تمام. بس راحت وهي كانت مخطوبه البنت دي، بتقول لي انت عارفه انا اتخطبت ازاي؟ بقول لها ازاي؟ قالت لي انا قعدت استغفر واسبح واصلي على النبي كتير، حتى من كتر ما بصلي على النبي انا حلمت بيه. فهي قعدت عليه تقول الصلاة اوصافه كده، انا والسلام. قعدت ابكي على كلامها، يعني انا مم. مش مركزه ان هي بتقول لي يلا اوصاف، بس انا ببكي على كلامها يعني. تمام. بس عندك كام سنة؟ 33. مم. ولسه ما فيش ارتباط صح؟ لسه. طيب بصي هقولك على حاجة، هو طبعا انت ذكرتي لي فصل والفصل التالتة تامم، يعني في حاجة كده بحسبها في الأرقام بتاعتي، فعلشان كده أنا وضح لي إن انت أحوالك مش تمام خالص خالص في موضوع الزواج، بس جالك عشان الرسالة. حضرتك كنت لنا عندنا سحر اساسا، بس يعني مم. لا بس في حل اهو، في حل. اللي جت كلمتك دي بتقولك الحنة رمز الزواج، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، انا لسه متكلمة عنها في اول الحلقة، ان احنا نمشي على سنة الرسول ونبدأ نحصن نفسنا عليها افضل الصلاة والسلام، وذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بنية فك الكرب بتاعك. بس انا متأكدة طالما ان البنت ظهرت مخطوبة، الرمز ده هيعود عليكي، وفي ارتباط جايلك على نصف العام، حد هيتكلم عليكي بإذن الله تعالى نصف العام السنة دي ان شاء الله ان شاء الله.
بس انت عارفه بقى على طول على طول على طول الاذكار مع نفسك كده، وبعدين ابداي اقراي الرقيه على طول الشرعيه. والله، على طول. أيوة فعلا، الرسول صلى الله عليه وسلم على طول. عليه الصلاه والسلام. استمري وان شاء الله ربنا هيرضيكي قريبا باذن الله تعالى، وتبشرينا معاكي. عشان ورؤية حضرتك، اتفضل. أنا فهمت إني كنت بنضف في الشقة بتاعتنا، امم لقيت في كيس يعني تحت السرير، اللي هو كيس كان فيه 3 تفاحات يعني، بس اللي هو ماما قالت لي إن هم يعني وحشين. تمام بس فأنا فتحت الكيس ده، لقيتهم يعني حلوين، شكلهم حلو كده، فرحت غسلت واحدة وأكلتها. تمام. ما هو ده انا قلت لك الارقام ليها حسابات معايا. هو 3 اللي انت ذكرتيه في الرؤيه. الرؤيه الاولى 3 تامن، تامن يعني جاي من اتمام امر، 3 يعني في موضوع هيتفتح معاكي في خلال وقت بسيط جدا. والتفاحات اللي انت شفتي، انا بربط لك الرؤى ببعضها. انت نظفتي، ده التحصين اللي انت ماشيه عليه. 3 تفاحات هنا. الام قالت ممكن تكون وحش بس لقيتيها كويسه. هنا بقى هنعمل وقفه بسيطه كده، ان ممكن يجي لك حد سبق له ارتباط بس منفصل انفصال تام، مش واحده على ذمته. واي حد هيقولك عليه ده مش كويس ما تصدقيش، عليكي بالاستخاره اللي ما بينك انت وربنا، وان شاء الله ربنا هيوجهك للصح، لانه حد كويس جدا والله اعلى واعلم. طب تكون حضرتك أختي تكلمك يعني؟ طيب تمام هاتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتورة ملك، عاملة الله ايه؟ يسلمك يا حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. أنا حلمت إن كان أخويا اسمه ياسر، كان بيخبط على الباب. امم أنا فتحت له، وهو عطاني خاتم ذهب على هيئة وردة. تمام. فأخدت الخاتم ده ولبسته، حلو. زي ما كنا عندنا كده مرات خالي وأهلنا وكده، فمرات خالي عطتني خاتم تاني ولبسته في إيدي برضه. تمام. انت كمان مش مرتبطه ولا في ايه؟ أنا حاليا مخطوبة، مخطوبة؟ بس الحلم ده من فترة، طيب يعني بعدها اتخطبتي؟ يعني بعدين حوالي كده سنة سنوي، لأن الحلم ده من حوالي كده سنتين. طب وبتسالي فيه ليه تاني دلوقتي؟ خلاص حصل الارتباط. نعم؟ في حاجه يعني في المنام حاسه انها ما اتحققتش فبتسالي عنه؟ اصل هو كده خاص أنا بالارتباط ما أعرفش. بتاعك. انا يعني جرجان ان انا لبست ختمين، انا في الاخر لقيت نفسي لابسه ختمين ووشين. لا لا لا، ملهاش علاقه خالص بانك انت تلبسي خاتمين والكلام ده. هي بتبقى لها علاقه بالاوقات، بالوقت. فالموضوع بتاعك بيتم. وياسر لان في اسم ياسر كمان في الرؤيه، فياسر جاي من اليسر، فهماني؟ فهي بتبقى جايه من الوقت، الفتره اللي انت بترتبطي فيها، او هتقعدي مده قد ايه مش اكتر. تمام حضرتك. ربنا يتم لك على خير يا رب، وان شاء الله نفرح باختك عاجلا غير اجلا. شكرا على اتصالك. طيب انا دلوقتي عايزه اتكلم عن موضوع ان احنا كنا لسه بنقوله من اول الحلقه، عن ان احنا نحصن نفسنا، وهل الرؤى المبشره بتوقف اي حاجه كده او كده، يعني الاذى ممكن يوقفه. فانا هي جات لي الرؤيه، وجات لها المبشرات في الرؤيه، وهي مأذيه، وطبعا هي صوتها تعبان جدا وحزينه جدا، فطبعا خلاص جات في مبشرات جايه لها. فاحنا نعمل ايه؟ هنمشي على طول زي ما هي جالها في الرؤيه، الصلاه على الرسول، وانا لسه قايلاها في بدايه المنام، نمشي على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسائل اللي بتجيلنا في الرؤى دي ما نهملهاش خالص. طيب هاخد اتصال ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي حبيبتي. الو الو سامعاكي. لو سمحتي. ايوه سامحة. انا حلمت حلم ان كان في شخص، يعني حلمت بيه ان هو منزل على الواتس صورة كف ايده ماسك موبايل وبيكلم مجهول، كأن المجهول ده صاحبه مجهول، وبيقول له ولا تزعل نفسك يا قلبي، قدر غدر. ايه؟ قدر غدر. قدر وغدر. قدر وغدر. ده مين اللي بيقول غدر. مين اللي بيقول الجملة دي؟ هو الشخص ده بيكلم صاحبه المجهول كف ايد، بس هو انا شايفه الصورة عبارة عن كف ايد ماسك موبايل وبيقول كده قدر غدر. فانا ببص على توقيت الرسالة دي نزلت امتى، لقيتها نزلت الساعة 10 وحاجة و40 دقيقة. فبقول بس ده توقيت قديم، هو مثبت التوقيت عشان نفتكر ان هو ما بينزلش حاجة يعني. البوست ده لسه نازل جديد، يبقى هو مثبت التوقيت ده توقيت مثلا توقيت امبارح او حاجة. لكن الوقت ده بوست جديد هو مثبت الوقت على كده 10 وحاجة و40 دقيقة بس. طيب انت علاقتك ايه بالشخص ده؟
يعني كان في كده زي إعجاب أو حاجة، بس حاليا يعني ما أعرفش حاجة عن الشخص ده، يعني الدنيا واقفة يعني. شوفي هقول لك على حاجه، هو طبعا الرؤيه موضحه لي ان الشخص ده هيمشي بحته ايه، مبدا ان انا بخاف ربنا، ان انا ملتزم في الصلاه، هيعمل الفتره اللي جايه دي الطريقه دي. لكن هو حد فعلا يعني مش هقولك لا يؤتمن، مش كل الكلام هيطلع منه بصدق. هو اللي هيعلنه او هيشهروا عنه او هيوضح للناس هو ماشي ازاي على مبدأ ايه، هي موضوع الصلاة. هي دي كف ايده اللي هي الصلوات الخمس، هيبدأ يحط الحتة دي مبدأ كده قدام اي حد يعرفه ان هو ملتزم، ان هو حد كويس، ان هو حد بيتقي ربنا، بيخاف على بنات الناس، مش عارف ايه الحاجات اللي احنا فاهمينها دي. لكن وضح لي ان هو لا، هو يعني عنده بيبتدع الحاجات دي، ان هو فعلا بيحطها بس نهج كده قدام الناس مش اكتر، لفت انتباه على طباعه ان هو كويس، لكن هو عكس كده تماما. فخدي حذرك، لان رؤيه زي دي طالما جات يبقى في حاجه هتتفتح ما بينك انت وهو، والله اعلى واعلم. شكرا على طب لو اتصالك. ها. سمحتي، طب بقول لحضرتك، أخويا، أنا حلمت إن أخويا في بيت جدتي وماسك تمام. كيسة كبيرة مليانة مرتة، امم وأنا عايزة آخد منها واحدة، بس اتكسفت أقول له، بس كده. وما خدتيش؟ بس طب كويس ان انت ما خدتيش. لا، جدتك فين؟ متوفية. طب اخوكي ظروفه عامله ايه؟ عادي كويس. بصي متجوز خليه اديله كويس. تحذير بس كده، ان هو في باب رزق ليه الفتره اللي جايه، يعني هيبقى في بعض المشاكل شويه، هو في حاجه بيسعى ليها بس الحاجه دي مش هتكون كويسه، فاديله التحذير وربنا معاه يا رب ويصلح حاله، والله اعلى واعلم. شكرا على اتصالك. طيب ناخد اتصال. الو. الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيكي حبيبتي. اهلا الحمد بيكي. لله على السلامه، احنا متشرفه جدا والله بمكالمه النهارده معاك. الله يخليك حبيبه قلبي، نورتيني نورتيني الله يا حبيبتي. يخليك الله يخليك. اتفضلي. هما 3 احلام بس صغيرين خالص. طب ما تخليهم معلش اتنين. يا دكتور عشان خاطري. طب يلا. حاضر حاضر اتفضل. اول حلم كانت بنت عمي حلمت لي ان في 3 كراتين فيهم كتاكيت. تمام. كتاكيت صغيره. عجبوها جدا جدا، كانوا بياكلوا عيش فتيت يعني، وكانوا شكلهم زي الورد الصغير. جميل. وعجبوها جدا جدا، وقالت يا ريت يكون لي كتاكيت زي كده حلوه. تمام. بس كده. اول حلم. الثاني الحلم الثاني انا برضو حلمت نفسي مليانه حجري كتاكيت صغيره ما شاء الله. انت ومليان للاخر، وبدي ايه يوقع مني 3 4 كتاكيت في الارض، وقلت للناس يعني طبهم لي وهاتوهم لي، وجابت معايا بيضه في يدي. عمال تنبر، قلت لامي شوفي يما عمال تنبر ازاي، وفقشت في يد البيضه الكتكوت. وانا مليان حجري كتاكيت، وقلت هحطه تحت الحمام عشان يعني يرقد عليه وكده. تمام. والحلم الثالث يلا. الثالث كنت على مرجيحه، والمرجيحه دي يعني مرتاحه عليها جدا. ودتني 3 نخله، بس للاسف النخله دي محروقه نصها من فوق وما فيهاش يعني جريد اخضر ولا حاجه. وبعدين بتمشيني بالراحه وانا مرتاحه عليها جدا. مشيتني عند عربيه كارو، بعدين مشيتني عند فرن فلاحي بتاعت خبيزه بتاعتنا يعني تحت الفلاحين، وجنب الفرن دي برضه مشيتني عند واحده مجهوله لابسه اسود، وقدامها طشت مليان فول اخضر، يعني نصه كده فول اخضر، فول قرون اخضر، قرون اخضر. تمام. خبشت خبشه وانا كنت جنبها واقفه، يعني زي ما كنت نزلت من عن وجهها واقفه جنبها، خبشت خبشه وقالت لي خدي يا فوزيه. تمام. بس انا اسمي سماح مش اسمي فوزيه يعني. تمام. قالت لي خدي يا فوزيه، وادتني خبشه. تمام. انت مش متجوزه يا فوزيه؟ لا انا متجوزه. متجوزه؟ سنه وعندي ولد و3 بنات. معاكي أنا ولد؟ سماح مش انا اسمي سماح مش فوزيه، بس هي قالت لي خدي يا فوزيه. طب انت عندك قلق في ايه؟ انت قلقانه من ايه في حياتك؟ انا في حاجه قلقانه منها؟ انا قلقانه، كنت عيالي تعبانين وضعيفين وحالتهم حاله كده، ودايما قلقانه عليهم. طيب يعني الكتاكيت اللي وقعت منك رجعت لك تاني ولا لا؟ لا انا قلت للناس اللي كانوا جيران كانوا واقفين طبهم لي يعني، بس يعني كانوا بيطبوا فيهم كده يعني، ما حدش يسدهم لي يعني. بس كانوا بيطبوا فيهم يعني عزيز يدهم لي. شوفي هقول لك على حاجه، هو موضوع الكتاكيت دول هم فعلا الابناء اللي انت فعلا بتحوطي عليهم على قد ما تقدري. انت بتقولي في حاجات وقعت منك، هو انت مقفله عليهم قوي؟ لا مش مقفله عليهم ولا حاجه، هو بس الخوف بس مش اكتر.
الخوف خايفة عليهم صح. سلمي امرك لربنا. بصي هقول لك على حاجه، انت عندك 4 مراحل في الرؤيه. العربيه الكارو دي مشقه، عندك الفرن ده بصي بتبقى قيل وقال وحاجات كتيره بتخليكي ممكن اوقات بالليل تنامي بتبكي او حزينه. عندك كمان المجهوله اللي لابسه الاسود، خدي بالك ان انت ممكن تقعي في تعب نفسي شديد جدا. اخرهم الفول الاخضر. وقالت لك خدي يا فوزيه تجاهلي الحاله النفسيه اللي انت فيها، اللي انت ممكن تدخلي فيها مش حلوه. خدي بالك ان العربيه الكارو دي مشقه، انك انت بصي انت عارفه الواحده اللي بتكون حياتها كويسه بس القلق يدمرها. هو كده زي الواحد اللي بيكون عنده ذهب كتير وعنده خير كتير ويخاف يلبسه من الحسد وتلاقيه مش عارف يستمتع بحياته. استمتعي بحياتك وحاولي على قد ما تقدري حصنيهم واستودعيهم عند الله رب العالمين. وانت اخيرا اخدت الفول الاخضر وقالت لك يا فوزيه يبقى ما فيش خساره في حياتك لاي حد من حبايبك. الله يكرمك فيهم ويخليهم لك يا رب يا حبيبتي، والله اعلى واعلم. معنا اتصال نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه لو سمحتي انا حلمت ان انا كنت في بيت بابايا وبعدين انا كنت عايزه اكله معينه ومصره عليها، انا مش عارفه هي ايه. انا ومدعوه جبت الاكله دي وخدت الاكله فعلا، وبابا لقيته جايب لنا فرخه، فكان بابا عايزنا ناخدنا، احنا عندنا بيت كده في مصيف، فبابا عايز ياخدنا ونروح البيت ده. تمام. فانا قلت ان الجو برد يعني، بس برغم ان الجو برد هنروح، بس نيجي ايه على المغرب عشان انا مش هستحمل البرد. تمام. فاحنا نازلين عشان نروح البيت، لقيت بيت جدتي المتوفيه في الواقع تحت مننا. فانا نازله عشان نروح، سمعت صوت حد من عماتي بيحضر اكل لجدتي، بس الباب كان مقفول. فبص لقيت في ايدي مقص وبقص حاجات. انا ما اعرفش ايه الحاجات دي، بس انا قصيت حاجات وانا قدام بيت جدتي. تمام. قصيتي ايه ما تعرفيش؟ لا مش عارفه بصراحه. علاقتك باهل باباكي ايه؟ عائله عادي. طب في حد مزعلك منهم اصلا في الواقع؟ هو انا في العادي مش عايشه اصلا في مصر، فماليش يعني اختلاط قوي بحد. انت مش في مصر، بس في حد فعلا مزعلني صدقني نفسي. اصل بصي هقول لك، اصل انت نيجي تقصي حاجه وجدتك يا عمتك بتحط اكل لجدتك، معنى كده ان في فراق ما بينك انت وحد، وبايدك انت ان انت اللي هتبعدي وهتنفري. تمام. موضوع باباكي بقى موضوع باباكي بقى الشقه وانت حسيتي بالبرد، انت عايشه في الغربه لوحدك ولا حد معاكي؟ انا قلت هنيجي حد معايا، بس انا قلت اصلا احنا هنيجي قبل المغرب عشان ما احسش بالبرد، ما كناش لسه رحنا الشقه. ما هو مجرد ان انت تقولي الجمله دي انت عارفه بتاخدي المواضيع شويه على اعصابك شويه. وخدي بالك علشان فراقك من ناحيه كذا شخص في العيله، ما هيبقى مش شخص واحد على فكره، ده اكتر من حد، لان في مناسبه هتلاقي مثلا ايه انت داخله في مناسبه مش هتلاقي في تجاوب من المحيطين بيكي بس مش اكتر. عمتك اما تحط الاكل لجدتك ده رمز حلو، فانا مش عايزاكي تخشي في حته ايه هسيء الظن بالكل بقى. في حد مش كويس تمام، بس مش ما يبقاش كله. خدي بالك انت هتحتاجيهم، خدي بالك من الجزئيه دي. وربنا يا رب يجعل الحاجه دي بس مناسبات حلوه كده كلكم يا رب تجتمعوا فيها تخصك باذن الله تعالى. شكرا يا حبيبتي على اتصالك. الو 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 السلام عليكم. انا اسفه يا دكتوره الخط قطع والله. ولا يهمك يا حبيبتي ولا يهمك يا حبيبتي الله يخليكي. كملي لي الرؤيه. انت ما سمعتيش التفسير؟ لا ما سمعتش. طيب ممكن بقى تسمعيه في الحلقه ان شاء الله. ماشي. بس هي كلها حاجات طيبه جدا ليكي ولاولادك، فما تقلقيش خالص. طيب ناخد اتصال ونقول الو. السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي حبيبتي، سلام وبارك يا رب. اتفضلي. ربنا يبارك فيكي يا رب. والله انا من معجبين حضرتك جدا اقسم بالله. حبيبه قلبي نورتيني، تسلمي. ربنا يبارك فيكي يا رب يا رب. اتفضلي. عندي استفسار بس يا دكتوره. في المنام اللي شفته نصه فيه حياء كده مش عارف احكيه، ولكن كنت بدعي في الحمام. تمام. بدعي بالعفه، يعني شفت شيء معين كده فيا بس كان حلو. فكنت بدعي لنفسي بقى يا رب عافني بشيء وانا مطلقه يعني. طيب بصي، هو طبعا انت مش موضحه لي الرموز، بس هشوف ايه موضوع الدعاء وانت بتدعي بالعفه وفي الحمام. هل في حد فعلا بيحاول يتقرب منك كنت حسيتي بلحظه ضعف؟ يعني يبقى خدي بالك لانك انت بتدعي في وضع مش وضع الدعاء ولا الصلاه ولا الحاجات دي. يعني تجنبي الشخص ده
التجنب لو هو شخص كويس هيجيلك بنسبه 100%. تمام كده. بس انا مش عايزه، انا ما بحبش المقاطعه قوي ولا التنشنه قوي ولا الحاجات دي، يعني ايه، نكون هاديين واستخيري ربنا في امرك معاه. ولو حاول ان هو يتواصل معاكي تاني اتكلمي معاه في العلاقه تكون رسميه فقط. تمام. شكرا. شكرا ليا يا حبيبتي. طبعا احنا كده خلصنا حلقتنا. عايزه اقول كلمه صغنونه خالص خالص كده. احنا كنا بنتكلم عن المبشرات والحاجات دي. طبعا انا عندي قصص كتيره جدا في الرؤى، وعايزه ان شاء الله هسردها لكم بعد كده علشان تقدروا تستفيدوا منها. عايزاكم تقراوا القرآن الكريم كقصه. فباذن الله تعالى هحاول ان انا اجمع لكم كده من الصور القرآن الكريم عن كل سوره قصتها ايه، عشان نقدر نستنفع الصوره دي جات لي ليه. انا سوره التوبه جات لي ليه، سوره الانسان جات لي ليه، ال عمران جات لي ليه، جميع الصور جات لي ليه في الرؤى. فكل الناس بتشوف مثلا انا قرات كذا قرات كذا. فان شاء الله ان شاء الله هتنتظروني في الحلقات القادمه، وهتكلم عن الصور وعن القصص الخاصه بالصوره، وايه الاستفاده والمنفعه اللي ممكن تجيلي عن طريق صوره من القران تجيلي في رؤيه. وان شاء الله هتستفيدوا جدا جدا من الموضوع ده. فانتظروني في الحلقات القادمه باذن الله من برنامجكم رؤى واحلام. وان اصبت فمن الله، وان اخطات فمن الشيطان ومن نفسي. السلام عليكم ورحمه الله.